خلقت ذيك المحاولة اللي قامت بها مجموعة من الفولار، ونقال فيهم اللي ياسر خيالي، ما بقى الشم اللي ما قال فيها واللي خلق فيها ذو. هي مجموعة من الضباط وضباط الصف والجنود كاملين من البولار، اكسكلوزيفمون بولار. والنواة الصلب فيها لأنه أي ودير كان ضابط من البحريين قالوا باسيدي، وضابط من الدركين قالوا سي سيدو، وضابط من الجيش قالوا صار عمل. كانوا عدلوا اجتماعات، وآخر اجتماع وعدلوا فيه توزيع المهام. فيه عنصر منهم هم كان مكلف هو وراد معاه لأنهم لا يوقفوا القادة الأمنيين والعسكريين الكبار، وللمهمة نعطالهم بيس كار اللي يجمعوهم فيه، ونعطاو لهم الأحباب انهم يشكروهم ويلاحقون إذا نقطة تجمعهم محدد لهم. إلين شاف عنصر منهم بشاعة الإله يخلق وتحمس المجموعة، تأكد علن أنهم لا يحولوا البلد دم ونار، ونسل واتصل بمدير ديوان الرئيس آنذاك وأعطاه جميع التفاصيل، أعطاه الأخبار كاملة، وقال أن العملية لا تنطلق بساعات قليلة. علمناك فخامة الرئيس معاوية ونعطاه تعليمات لبداية توقيف. والمجموعة الأولى منهم وقفت، أنا مشيت بها نفس الليلة شورج ريد، وكان من ضمنها العنصر اللي عاطي الأخبار. وعاد ذاك باطي كان يطلبني على أني يقول لي نشدد عليه لعله يبطنوا له قوم على أنه هو اللي منبض عليهم. قلت على أن المعاملة معهم لا تعود معاملة واحد، معاملة ستاندار يطير لا ما الله تخوش من شيء، ما لا يفضل شيء. وإلى حد الآن ما لا حد عرف ذاك المخبر هو من هو، إلا 5 رواقيش هم اللي كانوا عارفينها كاع في البداية. في الفترة تكلمت عن الظروف اللي كانوا هم فيها فيديو ماضي، وتكلمت عن الشهادة اللي دري بها هو بليد، وما زال يقول هو يوك حالا هو حي ورزاق الحمد لله. والشهادة اللي عدل عقيد عن مامادو بابالي. وفي الحقيقة وصلت بالكثير من الامتعاض والإزعاج والإحراج أيضا، لأن في الحالة الأولى 16 مارس كانت المجموعة فيها المقدم أحمد سالم السيدي يعطيه الرحمة، كان هو أول قائد لي في الجيش، وكان مثال في كل شيء، كان عندي له اعتبار خاص به اللي مثال كبير في كل شيء. وكان فيه المقدم محمد البول عبد القادر كادر علما، ونعرف ذاك أنا كنت في حرب الصحراء درت، ونعرف الدور اللي قام هو به في ذيك الفترة الملكية. وكان فيهم صديقي وزميلي مكاتب معايا في نفس النهار ومعدل معايا التدريب، قال علي كان يعطيه الرحمة نياق مامادو مصطفى دي صلاة. وتصوروا حد جاوه محابيس زنبتهم ظروف خاصة، لكن الله يخلق لهم الإحباط، لأني ما كنت في وضعية ممكن صراحة. وذاك اللي قال كامل القضية، لأن فيه واحد من صنن كيف جنيف واتصل معاوية رئيس معاوية بصحافي، وجهون عرفات ثالثة مع الصباح، وجاه هو في المطار، وأسلحة في الملعب. هذا كان لا أساس له من الصحة. سيدي فهم اللي خلق لها الطريقة اللي نعلم بها.
اللي بيتابعوا. أحداث 89 بداية هذه الأحداث والتسفير، وما أدراك ما التسفير. أنا لحقنا شهرة أمريكا، كنت نعدل دورة متقدمة والأحداث خلقوا علي فيه، وكنت الأخبار نجبرها عن طريق زميل عندي رايد من السنغال، كان في دفعتي يقرا معايا، عدل معايا اللوق وعدل معايا التدريب الأخر. وكانت سفارتهم هما سفارة السنغال كل 15 يوم تمشي له خلاصة سانتاز من الأحداث اللي خلقت. كنت نجبر الأخبار اللي عندي الطريق، وذيك الساعة المواصلات ما هي متوفرة، تلفون صعيب قليل يجبرها، واعرم للمكالمات واعرة تماما. إذا وفات الدورة اللي كنت نعدل في شهر أغسطس 89، وجيت هون. ولين جيت تزامن المجية حكما مع بداية حرب الإصابات في ضفة النهر، وكلف بمهمة تهدئة الضفة المنطقة، وندرت على راس على قوة خاصة مكونها الجيش الأمريكي، وهي اللي كنت نقود أنا، مشيت بها شورى حدود الهيل. وكان كل قصر فيه عناصر من الحرس والله درك، وفي مجموعات مدنية مسلحة دي كوبر دو روتوتو، وكانوا يقوموا بانتهاكات وأمور ما هي قانونية. على سبيل المثال قضية سوري مالية الشهيرة قايمين بها مجموعة من المدنيين سابقين، وطلبت ذيك الظروف القيادة لأنها تسحب عني جميع الحرس والدرك، وكان نبدأ انتشار القوة اللي عندي. والمجموعات المسلحة الأخرى المدنية أرقامتهم اللي يبتعدوا عن المنطقة، وفيهم واحدين تعاملتوا يعرفوا الضباط هم مجد الحمد لله، يعرفوا الطريقة اللي تعاملت معهم بها اللي أنا مش عارفها. وإذا كان إياك ما يخلق خليط pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, j'ai demandé le retrait immédiat de tous les civils et militaires ainsi que les groupes civils armés qui sévissaient dans la zone. إذا بدوا المناوشات مع الإصابات اللي جاية من السنغال عدة مرات، ومرتين مع الجيش السنغالي، وماتوا جنود من القوات الخاصة القوة الخاصة اللي كانت عندي، ومات ملازم يقالوا البيضاوي بكمين كان مطروح له. وأنا شخصيا كنت متنقل بين حكمتين وطرحوا لي كمين وخربوا السيارة اللي عندي بالمطارد يعرفوا السنادرة. وكان فيه تعليمات من القيادة العليا على الأعمال كاملة المناوشات والعمليات كاملة لأنها ما تنعلن ولا نشد أخبارها، إياك ما يخلق ذلك مشاكل بيننا احنا والسنغال. واستمروا المناوشات حتى نهاية 2090، وبدون الحمد لله حرب بين احنا والجارة السنغالية. هذا بالنسبة للمحطات اللي كنت مختار نذكر سابق ندخل في الموضوع. نرجع لصلب الموضوع لفيش دي سوجي اللي هو بداية أحداث 91. شوفوا لي لا جناز de ce qui s'est passé. فيه واحد من الجماعات الإرهابية اللي كانوا يقطعوا من السنغال ويسرقوا الحيوانات ويقتلوا الأبرياء. واحد منهم قالوا با محمد لمين طاح على برش من القناة هنا واحد وبياسة من القناة وقعد في عجاج ولا هي سوق شور النهر. وكانوا هم عندهم لرمود اوبراتوار على انهم لين يجيبوا حيوان للنهر يعدلوا لهم السنغاليين لركي حتى مع تغطية الجيش السنغالي. المهم انه صاق القنم جايس بها النهر وتفروه اثنين على القنم الحيوان، ولاد الله على انهم مجموعة تاجنين ولا منين تلاحقوا بيه خبطهم بماير، خبطهم طلقات وانشرح واحد منهم جناحه المنكب
والطائر تلقنا قلبه يعتنى ليش منها وهرب هو وتروى. مشاو القوم لاثنين شربوا بقي ووصلوا بعد بقي واحد من النادم اللي مجروح جاب للطب. ولين عاد مع الصباح قيم الحاكم وقائد ورقة الدرك وجاوا لعين المكان وقصوا من النادم اللي معدل العملية. قصوه لين دخل صارت قال له أبي نواحي بوقي. دخل في دار جاوا لحقوا فيها ليال سولوهم قالوا ما يعرفوا وسولوهم عنهم المنزل قالوا لهم على انه صندري قالوا دم خالده وعلى انه بايت فماتي وصباح جالس العزلات انه يشتغل في صنقة العزلات وراه شهور الصنقة. نعطاو تعليمات انني نحكم دم خالده هذا ولين نحكم نجاب له غطة الدرك اللي هو بوقي وعدل معاه تحقيق وعدل تصريح خطير تماما. قال لنا جميع يهلان اللي سنادرة في المنطقة العسكرية كانوا متناظمين ومتناظمين معهم جماعات من لاجئين السينغال خاصة من مخيم لاجئين اللي في النجوم وحدين لا يجوا من بومبا وصلدي ولأنهم كانوا لا يقوموا بهجوم واسع النطاق لا يطيحوا لجميع السكنات العسكرية للطف. أطس مع الجماعة كاملة اللي معاه وسنادرة ماتيا المنطقة العسكرية وقبضت الدرك وانسجن في كتيبة المنطقة العسكرية بوقي. لين عاد في الليل طرصوه سنادرة اليهلان اللي معاه اللي في ماتيا اللي في الصنقل طرصوه وقطعوه النهر الشورى دمت كسر قبلة بوقي. هو هذا تعطى المعلومات كاملة ونحكم جنود كاملين اللي عطاه هو سامي ولين عطى سامي بلغت المنطقة العسكرية القيادة وقررت القيادة على أن يعاد التحقيق والتحقيق لا تقوم به لجنة لا تمشي من اللي تمرون لا تمشي بهذا تحقق القضية. ونتيجة لكثرة الجنود اللي تم توقيفهم مشات القيادة لجنة تحقق وتم تجريد المنطقة العسكرية السابقة انها تتنازل عن التحقيق لا تدسجي وعاد البعثة هذه هي لا تقوم بالتحقيق. عند وصول البعثة أنا اتصلت بي المنطقة العسكرية السابقة وطلبوني على أننا ندير تحت تصرف البعثة البنايات اللي عندي في بابا بيه في السكنة انهم لما عندهم بليد يحكموا فيها الناس ويعدلوا فيها التحقيق ورفضت. وعقب عاد ذاك بعض سكنات كاملين اللي انقال انهم يخلقوا فيهم مشاكل سكنة العسكرية اللي بابا بيه ما نزور فيها أحد ولا بترط فيها أحد ولا نحكم فيها أحد. وراي فيها ياسر من الجنود من الثنيات كاملين. مهم أن بدأ التحقيق بالعزلات لين فوتوا نهارات مع ياسرين 3 أيام من ضربات رد حمص رقيب ينقال له نجول ورد حم جندي قالوا تفسير ورد حم جندي قالوا بل واحد ثاني رابع ما نعرف اسمه. منين ارتاحون بلغوا به القيادة وهذا ذكرني بفيديو قالوا يوم هذا الحاكم محمد المخيطير علن دائما يخرجوا امور بأوامر ومبادرات محلية القيادة ما تعلن بها. ونأكد هنا لأن هذه الوفيات الرئيس معاوية ما علم بهم وهولين فاتوا خلقوا وعاد يحاولوا كانوا يجبر لهم حد ما علم بهم هو لازم يفات علمة القيادة وعلمته بالقيادة. سمعت أيضا النائب المنقر كذا ملك جالو
تقول لأنهم يبقوا يعرفوا كاع سبب القضية، السبب اللي يخلق شنو بها اللي قال لهم مثلا فيه السحر مطرح في بليد وهو اللي مسبب القضية. نختار نقول لأن عند بداية التحقيق تم قائد المنطقة العسكرية اللي نصبح سيارته المقايد صبحت عليها باغ وفيها شمس سلوك وكتوب وقال سايق عليه معروف، قال لأن هذا ما يقدر يعود معك ليكون الصندري اللي قال له بل سايق صهريج الماء اللي كان يزقنا بايت يزقنا بالوتر وقد يعود طرف ولا هو ومشوا بعد هذا. ولو تذكرت أنا قال لأنه من ضمن الناس اللي توفى ومشى التحقيق وعقب يواجه توفى. وبعد هذا انا ذكر اني عرفت سابقا انا هم ما متابعين والمنطقه العسكريه السابعه ماني تابع لها انا شخصيا، انا كنت في قياده مستقله ومدان جابرته الميدان. وبعد هذا كان يحرك صهريج للماء وقد تلاطمت معاه جاي من بوقي ولحقنا نواخذ على مدنيين من الرياض مواطنين 11 وقلت له هو انه يسقيهم وجاب لهم صهريج وسقاهم. وبما اني وصيته على ذوك المواطنين الرياض اللي هم البوادي عاد دائما ياخذ عليهم ويسقيهم، وراجل ما هو معقول به الانضباط والضبط ورحمته بقات فيه تماما. الله يقنده بالعائم الجنة، اللهم ارحمهم جميعا. المهم لأنهم لنا ارتاحوا هذا الأربعة بلغوا بها القيادة الكبير وقادت القيادة لأن يوقف التحقيق وانضوا إجراء تحويل جميع الجنود كاملين لمحاكمة هماتية وأغلبيتهم وحولت شورى المنطقة العسكرية الأولى نواذيب. ذاك اللي خلق نواذيب ولاية أنا ما عندي عنه أي خبر. هذا هو اللي خلق بداية هذه الأحداث. طالب من رجل الحكمة والإنصاف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الغزواني أنه يقود إجراءات اللي تضمن الطي النهائي لهذا الملف اللي كان نتمنى نحتفلوا كاملين بعيد استقلالنا القادم. في الأخير وضح لنا فيه لوائح فيهم اسمي اني عذبت وقتلت واشاعات عني ياسر يكرسوه وحدين وكروه وحدين من الكبار وحدين ما هم كبار لحاجة في نفسي يعقوب. وانا هذا المسار الطويل من جريدة 81 الى جريدة 287 الى اكثر من عقد مسؤول عن الامن في الشمام الى 91 ما يقدر قال يقول لاني قط قلت كلمه خاسر الحق، ولا يقدر حد يقول اني قط عذبت حد، ولا يقدر حد يقول اني قط قتلت حد. ضميري مرتاح ولاني خايف ونبقي موريتاني متوه. عاش الجيش الموريتاني، عاشت موريتانيا موحده وعيد استقلال سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.